السويد والاتحاد الأوروبي يعني أشبعونا كثيرا. قضايا العدالة ونصرة المظلوم والتصدق على الجوعى والمرضى وإلى آخره، ثم بعد ذلك يسمعون في حكومة. إن كانوا ضد حماس فحماس فئة وليست حكومة، لكن ماذا يقولون لوزير الدفاع اللي يقول نحن نتعامل مع حيوانات؟ هذا المقزز. هيومن رايتس ووتش قالت تصريحه مقزز، وأنا إيش أقول؟ هذا إنسان حقير لا يستحق هو وحكومته، لأنه هو وزير والحكومة كلها متكاتفة متكافلة. يعني الوزير لما يطلق تصريح وليس تصريحه وحده، هو تصريح يشمل الحكومة كلها. فلما يقول عن أهل غزة شبابهم ونسائهم كبارهم وشيوخهم أنهم حيوانات ويتعامل معهم كالحيوانات، هذه شكل الحكومة التي تحارب غزة. لما يقطع عنهم الماء والكهرباء، وبتعرف الصرف الصحي، الثلاجات، المكيفات، الناس لما يهجروهم يقصفوا البيوت من غير إنذار لأهلها. أي جرائم حرب أكثر من هذه؟ فإذا السويد سكتت ولندن سكتت وباريس أيدت وإلى آخره، نحن لسنا في دنيا فيها عدالة، العدالة في السماء. ولذلك نسأل الله أنه هو يتدخل لحماية الضعفاء والمساكين والأطفال والنساء اللي الآن يعني يتحملوا ما لا يتحمله البشر.